السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تعديلات في لائحة فريق الكرة بالنادي الأهلي. تشهد لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديلات جديدة خلال الفترة القادمة بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني. يأتي على رأس التعديلات التي طلبها مارسيل كولر زيادة المكافآت في حالة الفوز، وأيضا زيادة العقوبات المالية في حالة الخسارة. وتمت مناقشة إجراء تعديلات على بعض بنود اللائحة فيما يتعلق بالخروج عن النص وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والنظام العام للفريق، وضرورة تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بداية من السبت الماضي. ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مارس الجاري. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.